أهلا بيكم. في يوم السبت الموافق 1 نوفمبر شهد العالم افتتاح أعظم متحف في العالم وأكبر حدث في عام 2025، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. وصل الراعي الرسمي مهرجان النهارده الأستاذ زينو. الافتتاح اللي كان موجود فيه رؤساء ووزراء من جميع أنحاء العالم. منورين، دمتم سالمين. المتحف اللي استمر بناؤه أكتر من 23 عام لنرى أمامنا عظمة أجدادنا القدماء وعظمة المصري المعاصر. ولكن قبل ما نبدأ انزل حط لايك للفيديو واعمل متابعة للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعار بكل فيديوهاتنا. الحكاية بدأت لما المتحف المصري اللي في ميدان التحرير بقى هو نفسه آثار وعاوز يترمم، وده لأن تم افتتاحه عام 1902، والآثار عندنا بسم الله ما شاء الله زادت، وده لأن تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون عام 1922، فبقى المتحف المصري صغير لدرجة إن مجموعة توت عنخ آمون اللي بيوصل عددها لأكتر من 5000 قطعة أثرية نصها كان في المخازن، فهنا كان لازم الحكومة تفكر في حل للمشكلة دي، وفعلا جت فكرة عند الحكومة إنهم يعملوا متحف أكبر من المتحف اللي موجود ويبقى متحف عالمي. ولكن الموضوع اتحول من فكرة عند الحكومة في أواخر التسعينات إلى مرحلة التخطيط، وقررت الحكومة إن مشروع زي ده لازم يبقى حاجة عالمية ويتعمل له دعاية، وفعلا أعلنت الحكومة عن مسابقة عالمية لكل المكاتب الهندسية في العالم، وده علشان يعملوا تصميم لشكل المتحف من الداخل ومن الخارج. اتقدم في المسابقة أكتر من 1500 تصميم من 83 دولة حول العالم، وفعلا استقرت الحكومة المصرية ومنظمة اليونسكو على تصميم الشركة الهندسية الأيرلندية هيني جامبينج، وحصلت على جايزة كان قدرها 250 ألف دولار. التصميم كان بيعبر عن تماثل أشعة الشمس الممتدة من قمم الأهرامات الثلاثة عند التقائها لتشكيل كتلة مخروطية، وهو المتحف المصري الكبير. وفعلا تم اختيار المكان اللي هيبني فيه المتحف المصري، وهو عند هضبة الجيزة بمسافة تبعد عن الأهرامات حوالي 4 كيلومتر. وفعلا استقروا على بناء المتحف واتحط حجر الأساس عام 2002، ولكن عمليات البناء بدأت في مايو عام 2005، واتشال حوالي 2 مليون طن رملة، واتبنى المتحف على مساحة 490 ألف متر مربع، والمساحة دي بتخليه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ضعف مساحة متحف اللوفر وضعف مساحة المتحف البريطاني و5 أضعاف مساحة متحف المتروبوليتان الأمريكي. ولكن ما تفتكرش إن المساحة دي مبنية من فراغ، ده المتحف بيضم أكتر من 100 ألف قطعة أثرية، والمساحة بتاعت المتحف متقسمة إلى 120 ألف متر للحدائق والمرافق، وكمان 125 ألف متر للقاعات. مساحة القاعات بتتقسم ل 12 قاعة عرض رئيسية وقاعات سينما ومراكز مؤتمرات، غير قاعة كاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون اللي اتجمعت كلها في مكان واحد لأول مرة من ساعة اكتشافها عام 1922. وكمان هيتم عرض كنوز الملكة حتشبسوت أم الملك خوفو زي الأساور بتاعتها، كرسي خاص بيها مطلي بالذهب، والأساس الجنائزي بتاعها اللي تم العثور عليه سليم وبحالته الأصلية، وآثار من العصر البطلمي والإغريقي والروماني. وأول ما تقف قدام المتحف هتلاقي مسلة ضخمة، وبعد ما تعدي من ساحة المسلة وتدخل من بوابة المتحف الرئيسية هتلاقي في وشك تمثال الملك رمسيس الثاني في منطقة البهو العظيم، ومن البهو هيقابلك سلالم ضخمة اللي هي الدرج العظيم اللي تعتبر سلالم وقاعة عرض في نفس الوقت. الدرج مساحته 6000 متر مربع، وعلى طول جوانب السلم هتلاقي حوالي 80 قطعة أثرية ضخمة بتمثل ملوك وآلهة مصر القديمة من أول عصر ما قبل التاريخ ولحد العصر الروماني واليوناني، وبيعرضوا في كل مرحلة 3 موضوعات رئيسية، واللي هي شكل الملك وعلاقته بالآلهة المصرية القديمة ورحلة الملك للعالم الآخر طبقا لاعتقاد المصريين القدماء. وكل ما الزائر بيطلع سلمة كأنه بيتقدم خطوة في تاريخ مصر علشان تنتهي رحلته عند آخر سلمة من فوق، واللي من عندها هتلاقي واجهة زجاجية بتبص بشكل مباشر على الأهرامات الثلاثة ارتفاعها حوالي 28 متر. والمتحف الجديد أكبر من مجرد متحف لأنه بيعتبر مقر علمي وثقافي هيتعمل فيه ندوات ولقاءات ومتاحف للطفل ومراكز بحوث. شارك في بناء المتحف أكتر من 5000 عامل و9000 موظف شغالين ليل نهار، وفعلا سنة 2023 بيتم الإعلان عن اكتمال أعمال البناء بتكلفة حوالي مليار دولار. وشارك في بناء المتحف شركات ومؤسسات ودول زي اليابان ومنظمة اليونسكو، وتعامل باستخدام أحدث وسائل البناء والتصميمات العالمية من حيث الأمان والسلامة. يعني مثلا المتحف ده مقاوم للزلازل وتم استخدام تقنية المسح ثلاثي الأبعاد علشان يبنوه، وكمان المتحف اتعمل حواليه كل الخدمات المدنية واللوجستية من أول الطرق والكباري لحد محطة المترو، وكمان اتعمل مطار سفنكس، وكمان قبل ما يبنوه اتعمل أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط واللي تخصص في ترميم وحفظ وتأهيل القطع الأثرية اللي هتتعرض في قاعات المتحف. ومن
ومن وقت افتتاح المركز ساهم في ترميم حوالي 50,000 قطعة أثرية. قد تبدو الفترة اللي خدها بناء المتحف كبيرة، ولكن شغل الترميم ونقل الآثار بياخد فترة كبيرة. وكمان وقفت أعمال البناء في فترة الثورة ورجع العمل فيه تاني. وشارك في افتتاح المتحف حوالي 79 وفد رسمي. وقاد الحفلة الموسيقية المايسترو ناجر ناجي، قام بتأليف الموسيقى الملحن هشام نزيه. المتحف المصري ليس مجرد صرح معماري، بل رحلة عبر الزمن تروي حضارة مصر الخالدة وتفتح أبوابها لكل العالم ليتعرف على تاريخ يمتد لآلاف السنين. هنا الماضي يلتقي بالحاضر والمجد يستمر. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده أقول في إيه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه. ده اللي شايفه خيال